أيها الإخوة الكرام، وأيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الفيديو المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث عن أمر شديد الأهمية. هل سبق لكم أن تساءلتم عن معنى رؤياكم في المنام؟ هل رأيتم فاكهة وتوقفتم حائرين؟ هل هي بشارة؟ أم هل وراءها رسالة خفية؟ اليوم بفضل الله تعالى جئتكم بخمس فواكه، من رآها في المنام فليبشر وليعلم أن له حظا عظيما ورزقا مقسوما وسعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تشاركوا هذا الفيديو مع من تحبون، فالدال على الخير كفاعله. فلنبدأ بعون الله عز وجل وفضله. الحلم الأول: الرمان، فاكهة البشائر العظيمة. الرمان من الفواكه الشهيرة التي يحبها الكثيرون لما لها من فوائد صحية كثيرة. ورؤية الرمان في المنام تعني رزقا وبركة في المال والصحة. إن رأيت الرمان في المنام فاعلم أن رحمة الله قد اقتربت. الرمان رمز للشفاء، وخاصة لمن عانى مرضا طال أمده. وما أجمل أن ترى الرمان وأنت تمر بأزمة مالية، فهذه الرؤية تبشرك بفرج قريب، بسداد دين أو رزق واسع. وأجمل من ذلك، الرمان في المنام رمز للمحبة والوفاء بين الزوجين أو المخطوبين أو حتى الأصدقاء. إن رأيت نفسك تهدي أو تأكل رمانا مع من تحب، فاعلم أن العشرة بينكما ستدوم وتزدهر بالود والمودة. تفسير رؤية الرمان في المنام: الرمان الحلو يرمز إلى المال الوافر والرزق الحلال، فكلما كان طعمه لذيذا دل ذلك على خير قادم. أكل الرمان يشير إلى الاستفادة من المال أو العلم، وقد يدل على الشفاء من مرض. شجرة الرمان تعبر عن المرأة الصالحة أو الرجل الكريم، وقد تدل على الأسرة المتماسكة. شراء الرمان يدل على سعي الرائي لتحقيق أهدافه، وقد يرمز إلى الدخول في مشروع ناجح. بيع الرمان قد يشير إلى التفريط في النعم أو اتخاذ قرارات غير صائبة، لذلك ينبغي التروي والتفكير قبل الإقدام على خطوات مهمة. الحلم الثاني: العنب، رزق عاجل وزواج مبارك. العنب في المنام يدل على الوفرة في الخير والرزق والتناعم بالدنيا وتحقيق المنال والزيادة في الربح وكثرة الأعمال. ويشير حلم العنب إلى الزواج لمن كان أعزب، وتبدل الحال والدخول في علاقات أكثر نفعاً والانفتاح على الآخرين. تعد رؤية العنب في موسمه خيراً للرائي من رؤيته في موسم آخر، وإن كانت كلتا الحالتين خيراً إلا أن رؤيته في موسمه أفضل. تفسير حلم العنب في المنام: العنب الأخضر رزق عاجل ومال حلال. العنب الأحمر الداكن أو الأسود رسالة من الله لمراجعة النفس، فقد يكون في مالك شبهة، فطهر مالك بالصدقة لتطهير قلبك وأيامك. العنب رمز للحب والزواج. إن رأت الفتاة العزباء العنب الأخضر فهذا دليل على خطوبة قريبة من شخص تعرفه. للمريض: الشفاء والتعافي وصلاح الحال. للفقير أو المكرب: يدل على الغنى ورغد العيش وتحسن الأوضاع المادية. عصير العنب: تيسر الحال وكثرة المنافع وتوالي الأرباح وزيادة النسل. عصير العنب أو النبيذ رمز لمعصية تستوجب التوبة والرجوع إلى الله. الحلم الثالث: الموز، رزق وفير وبشرى بالإنجاب. الموز في المنام دليل على الخير الكثير والعلم النافع والمحبة والاستقرار والاطمئنان للرائي، سواء كان في موسمه أو غير موسمه. للتاجر:
إشارة واضحة للربح والكسب المادي وجني الأموال. للطالب النجاح والتفوق في المستقبل. الموز الأخضر تدين وصلاح الحال والرزق الحلال والبركة والتوفيق. للمريض الشفاء وتحسن الوضع الصحي. إذا رأته امرأة متزوجة ولم ترزق بالذرية بعد، أو رأى رجل زوجته كذلك، فهذه بشارة لهما بأن الله سيكرمهما بالولد. هل المولود ذكر أم أنثى؟ حتى هذا يظهر في الرؤيا. إن رأت الحامل أنها تحمل كميات كبيرة من الموز، فالمولود ذكر إن شاء الله. أما إن رأت موزة واحدة، فالمولود أنثى بإذن الله تعالى. والموز يدل على الزواج أيضا. الموز الأخضر يدل على خاطب من الأقارب، أما الأصفر فمن الغرباء. وإن رأيت نفسك تهدي أو تهدى موزا، فاعلم أن الخير آت، إما إليك أو منك إلى غيرك. الحلم الرابع التمر رزق وشفاء من السحر. التمر في المنام يدل على الرزق والمال والمدخرات. وقد يدل حلم أكل التمر على قراءة القرآن الكريم وسماع الكلام الجميل. إذا رأى الشخص أنه يحصل على حبات تمر من شخص آخر، دل ذلك على الحصول على أموال. ورؤية تناول التمر تدل على رزق لفترة طويلة. رؤية التمر في المنام تعني أن الله خبأ لك رزقا عظيما مؤجلا لم تظهر بوادره بعد. رؤية التمر تعني الشفاء من الأمراض، وخاصة من السحر بإذن الله، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات لم يضره سحر في ذلك اليوم. وإن رأيت نفسك تأكل التمر أو يهدى إليك، فاعلم أن الخير سيأتي من ذلك الشخص. ورؤية حبات التمر واقعة على الأرض تدل على رزق سهل الوصول إليه. التمر يرمز أيضا إلى النجاح في المشاريع والبركة في المجهود. ومن رأى أنه يشتريه أو يقدمه فليبشر، فعمله مبارك ونتيجته نجاح وتوفيق. الحلم الخامس البرتقال بشرى بالسعادة والرزق الحلال. البرتقال في المنام من الفواكه الجيدة التي تبشر الحالم بالسعادة والرزق الحلال، وهو رمز للتفاؤل. رؤية البرتقال في موسمه بشرى لا تقدر بثمن، ترمز إلى الخير الواسع والرزق القادم. شراء كميات كبيرة من البرتقال ربح مادي وافر ومال من مصدر حلال. أكل العزباء للبرتقال زواج قريب من شخص ميسور الحال وحسن السمعة. رؤية البرتقال ذي الرائحة الطيبة خير وسعادة وفرج من بعد تعب. تفسير حلم رؤية البرتقال في المنام. للفتاة العزباء قوة الشخصية والرزق الحلال. وأكل البرتقال الطازج دليل على زواج قريب. للمرأة المتزوجة التقرب إلى الزوج وقوة العلاقة بينهما. للحامل الحصول على ذرية صالحة في غير موسمه أو بيعه بكميات. لا تؤول ولا تفسر، بل تكتم الرؤيا لأنها قد تكون غير محمودة. وأخيرا، هذه الرؤى لكل فاكهة أحدثت لنا رسائل خير عظيمة وبركات من الرحمن. فالرمان تذكير بالبهجة والوئام في البيت، والعنب ينثر بشائر الرزق والخيرات، والموز يشدنا نحو قوة الإيمان وسكينة القلب، والتمر يرمز للبركة والصبر في العبادة. أما البرتقال فهو نفحة التفاؤل وحلاوة النجاح. كل هذه الهدايا من عالم الأحلام تذكرنا بكرم الله ورحمته، وتدعونا للتدبر والامتنان. فلنعمق الفهم في أحلامنا ولا نقلل من قيمتها، ولنسأل الله الحكمة والتوفيق في تأويلها، وأن يرزقنا رؤى صالحة وقلوبا واعية، وأن يجعلنا من الذين يرون في أحلامهم بشائر لا كوابيس، ونورا لا ظلمات. ولا تنسوا ذكر الله وشكره. إن رأيتم في منامكم ما يسركم
ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله ولا يحدث بها أحدا. ندعو الله أن يرزقنا الخير من رؤانا وأن يجعله سبيلا للتقرب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.